صحيت بالليل كده، كنت نايمة شوية على ساعة المغرب، وبعد كده صحيت قمت اخد جولة كده سريعة في الصالة. طبعا مش قادرة اوصف لكم المنظر كان عامل ازاي. الاطفال احباب الله صراحة قاموا بالواجب وزيادة. فانا قلت لا يا رضوى، مش هينفع تنامي وتسيبي الشقة بالشكل ده. قلت هلم الدنيا دي كلها في اقل من ساعة. خدت طبعا الغسيل اللي كان محطوط على الكنبة ده، قلت اطبقه والم كل حاجة من حواليا عشان اعرف اروق ايه بروقان وبسرعة. طبقت طبعا شوية الغسيل بتوع بقدونس وتمارة كده، ولميت الحاجة اللي كانت عندي على السفرة، وقلت ايه الم كمان الحاجات اللي كانت مرمية في الارض، يلا مش مشكلة. وقمت جايبه بقى الفوطه ودب دب دب على الكنبه، نفضتها، نزلت كل الفتافيت والحاجات اللي كانت واقعه عليها. بعد كده قمت شاده الكفر وحاطه المخدتين اللي انتوا شايفينهم دول، ومسكت الكنبه التانية وفضلت دب درب بفش غل فيها لحد ما نضفتها وبقت عال العال، ورصيتها برضو بالمنظر ده. بعد كده رصيت الكراسي وقلت مش لازم اوريلكوا ايه الدب دب وانا بنفض الكراسي. قمت مشغله المكنسه بتاعتي على طول، قلت اشفط السجاجيد اللي ربنا ينتقم منها دي. عايزه اقول لكم غلطه عمري ان انت تشتري السجاجيد الفروه دي، هي حلوه قوي وجميله، بس تعالي عشان تغسليها لو وشيليها كده عايزه 12 راجل يشيلوها. وقمت مشفطه السجاده التانية اللي عند السفره برضو سريع سريع كده اهو، لان كانت الساعه 9 بالليل وقد قذف الوقت فعلا زي ما انتوا شايفين. وقمت برجلي كده مديها شلوت في التاني علشان اشيلها واكنس السيراميك من تحتيها. بس قلت بقى قبل ما اكنس السيراميك عشان امسح انزل اي تراب موجود كده هو على الشباك، الالموتال اللي عيالي مدشتشينه 200 حته زي ما انتوا شايفين كده في السريع بحته فوطه، وبدات انفض التراب. ورحت جريت على السفره برضو نفضت التراب اللي عليها قبل ما اكنس الارض عشان يبقى 2 في 1. نفض 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 بسرعة 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 كده اهو، خلاص ما بقاش في وقت، عايزة ادخل انام تاني. بعد كده برضو رحت على البوفيه وقلت انفضه. ركزي معايا زي ما انت شايفة كده، لان مش اي حد يعرف يمسح المسحة دي. بصوا يا جماعة، رايح جاي كده غلط، لا انت كده بتجيبي التراب وتوديه تاني، لكن بطريقة المسح كده هي الطريقة الصحيحة لايه لتنزيل اي غبرة او تراب. رحت برضو عند باب الشقة كده، قلت برضو ايه اخده في سكتي. البخاخة دي فيها مية وخل وندعة كلوركس الوان، رجيتها كده وقمت رشه فش فش على السفرة بسرعة علشان ألمعها. خدوا بالكم تنزيل التراب حاجة والتلميع حاجة تانية، أهم من الشغل ضبط الشغل. وقمت منضفة كده هوت وملمعة السفرة سريع سريع، ورحت جريت على البوفيه برضو علشان ما يزعلش، ورشيت عليه فش فش كام بخة وقمت ملمعاه. اسكت بقى واروح امسح؟ لا لازم طبعا الضمير. رحت على الشباك رشيت عليه كام بخة عشان ما يزعلش ويغضب، وقمت ايه ملمعاه علشان ما يبقاش حد احسن من حد. قمت جايبه المكنسه بقى بتاعتي اللذيذه دي، وقمت بقى ايه بقى اكنس الارض علشان اي تراب كان موجود تحت السجاده او على الارض يتشال قبل ما امسح. زي ما قلت لكم اهم من الشغل ضبط ايه الشغل كله في السريع وفي السخان كده ايه وانا واقفه. كمان بوريكم هنا ان انا بكنس ورا الكنبه عشان ما حدش يقول عليا ان انا ايه بكربت. بس ما خدش في ايدي الموضوع كله ساعه، كنت كنست الدنيا وظبطتها وشقلطتها. ورحت كمان تحت السفرة كنت واخدة بقى ايه المكنسة وعمالة بتجول في كل مكان في الشقة علشان لو في تراب. كنت جايبة جردل بقى المسيح البدائي دوت، حطيت فيه شوية مية وشوية كلوروكس الوان، ما بستغناش عنه بصراحة في اي تنظيف. حطيت حبة حلوين كده وقمت ماسكة المساحة على طول، معرفش ايه المقطع ده بس تمام. قمت ماسكة المساحة على طول وقمت ايه عصرها عصرة كده خفيفة، واخدة بقى الشرشوبة اللهلوبة دي ونازلة على السيراميك دب دب ايه عشان المعه وانضفه كده في السخان. الموضوع كله ما خدش مني ساعه يا بنات. قومي بقى يلا شوفي صورتك كده وظبطيها وخليكي لهلوبه ايه وارنوبه زيي. قمت جايه برضو ورا الكنبه، خدت كمان الشرشوبه اللهلوبه بتاعتي وقمت مديه مسحتين كده عشان الدنيا تبقى ايه لطيفه ونظيفه، والموضوع كله ما خدش في ايدي وقت. بصوا هنا بوريكم اللمعه بقى، لمعه جميله وحلوه والقطن ما بتكذبش زي ما انتم شايفين. بعد ما كانت تراب والدنيا كانت مقلوبه بقت عالي العال وفل الفل. وهنا بقى خلاص كنت فرشت السجاجيد وده الشكل النهائي للصاله. لو عجبك الفيديو يا قطه ما تنسيش تدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك الفيديو الجاي. بحبكم جدا، مع السلامه.